برايا قشتي دنه تلادا دهمي سالفاجركم كوجيا باريسي يا كوجين كرد ام بيشنج ارما جاتن گرتن بيكهات شهيد سكينة جانسز فيدان دوغان وليلى شيلمز د پایتخت فرانسا دا کوبدست کوجران اپراسیونیک سیاسی بيكهات وهشكو وجدان بحزاران جگل کرد این هر چهار پرچین کردستان بهجه و نه تنه کرد لبل چکسین آزادی خواست ده همو جهان ده اف کنکوجی سوجی مزن بيكهات دا کوبه به آستانگ و کلم لپیشیا دیالوگا لسر دوزا کردی لباکور کردستانه و پیکانین آشتیه بو برخدانا حوال سکینه و ری حوال نوه نه تنه جبو جنه کرد بو لبله جبو همو جنن جهانی بو لمخابن حتى روجا ايرو ابدوز نهاتي اشكرا كرن وكوجر نهاتي درزاندن جهل دولة فرنسا يفا ارمان جغرتنا جنن بيشنگ ارمان جبن گهينا يا سيستما فاشيست و پاشفارو يا جبر في جنك ازادي خاص لكو داري بابلا ببا خطريا كر سيرفيس سيستمه لما دمان بگرن ديرو كي اما ببينن كو بسدان جل همبر سيستما بابك سالاري البرخادانه وهاتنا كشتن جبو ازادي خا مينا روزا لوكسمبورغ كلارا زاتكين خوشكين ميرابال ودايا گلناز جبركو سيستما بابك سالاري دزانكو هي زمان لهمبري ازادي جن وجباكي لاوزبا سيستم الفاشيست ياكو تركيا بيشنكتيا ويدكا بكم كوجيا دحزر وسيزدهان ابس نابو لبالي قالكم كوجي بسر جنان بيشنك دا انين وكاكم كوجيا باريسي يا دو ديان دبستو سيسيه تشلاي دحزر بستو ديان دا لسر شهيد في ابينغوي ودو هفالنوي عبد الرحمن خزل ومير پرور وافكر يار تاكاز ديكنكو دولة تركيا فاشيست دخزا دوزا كردي جنوفارو كوي فالا بكا درياش كاندنا فينا جنا كرد ام دو بلاتفورما تشالاكيا نتا بقر وريخستنن جن لباكور ورجهلات سوريا بول شاهدان ببيرتينن هروها كم كوجين كل سر جنان بيكتينن ام سر مزار دكن بنغوازيا ماش جباكا نفنتوي ودولة فرنسا را كوكوجارم بيشكيشي دادگاهي بكا هروها بنغوازيا ماش همو كاسن ازادي خاز وريخستنن ما في مروفان تفقرن جن كو هفقرتني بقالي كردو تاكوشينا جنان لكو داري بابكن اشتيجي جيان شهيدان را شرمزار كرن جدزمني قالي ومرفاهية را بلاتفورما تشالكين هفاش انت فقر وريخسنن جن دباكور ورجهلات سوريا دا نحي ياكون دحزر وبيسوسيسي شهيد نامرن شهيد نامرن شهيد نامرن شهيد نامرن جنجيان آزادي جنجيان آزادي جنجيان آزادي جنجيان آزادي جنجيان آزادي جنجيان آزادي. بيان إلى الرأي العام. في 9 من كانون الثاني تمر الذكرى السنوية 10 لجريمة اغتيال المناضلات الكرديات ساكنة جانسز وفيدان دوغان وليلى شيلمز في العاصمة الفرنسية باريس، حيث تمكنت أيادي الغدر من تنفيذ عملية اغتيال سياسية هزت وجدان ملايين الكرد في أجزاء كردستان الأربعة، كما أنها هزت ضمير أحرار العالم في سائر أرجاء المعمورة. هذه الجريمة التي نفذت لإحباط وعرقلة الحوار من أجل حل القضية الكردية في شمال كردستان وإحلال السلام. إن نضال الرفيقة ساكنة ورفيقاتها لم يكن من أجل المرأة الكردية فحسب، وإنما من أجل جميع نساء العالم، وحتى الآن لم يتم توضيح معالم هذه المجزرة من قبل الدولة الفرنسية التي نفذت هذه الجريمة فيها، ولم يتم محاسبة الجنات على فعلتهم. إن استهداف المرأة الريادية هو الهدف الأساسي للأنظمة الفاشية والرجعية، فأينما وجدت امرأة تبحث عن الحرية فإنها تشكل خطرا كبيرا على هذه الأنظمة. لهذا عندما نعود بالتاريخ إلى الوراء نجد أن هناك المئات من النساء اللواتي يناضلن ضد النظام الأبوي من أجل الحرية، أمثالهن روزا لوكسمبورغ، كلارا زيتكن، الأخوات ميرابل والأم جولناز، إذ تم تجريمهم وقتلهم. وأن النظام الأبوي والسلطة الحاكمة تعلم أن قواهم ستضعف في حال تحرر المرأة، لأنه بتحرر المرأة يتحرر المجتمع. إن الأنظمة الفاشية وعلى رأسها تركيا لم تكتفي بهذه المجزرة، وإنما استمرت بارتكاب الكثير من المجازر بحق النساء القياديات، مثل مجزرة باريس الثانية بتاريخ 23 كانون الأول عام 2022 بحق الرفيقة أفين قوي واثنين من رفاقها عبد الرحمن قزل ومير پرور. وهذا ما يؤكد إصرارها إفراغ القضية الكردية من فحواها من خلال سلب هوية المرأة وكسر إرادتها.
إننا في منصة الفعاليات المشتركة للحركات والتنظيمات النسائية في شمال وشرق سوريا. إذ نستذكر هؤلاء الشهيدات فإننا ندين ونستنكر هذه المجازر التي ترتكب بحق النساء، ونطالب المجتمع الدولي والدولة الفرنسية للعمل على كشف الجنات وتقديمهم للعدالة. كما ندعو أحرار العالم والمنظمات الحقوقية والحركات النسائية للتضامن مع الشعب الكردي ونضال النساء أينما كنا. المجد والسلام لأرواح الشهيدات والشهداء، الخزي والعار لأعداء الإنسانية والشعوب. منصة الفعاليات المشتركة للحركات والتنظيمات النسائية في شمال شرق سوريا 9/1/2023. شهيد نامرين، شهيد نامرين، شهيد نامرين، شهيد نامرين. جنجيان آزادی، جنجيان آزادی، جنجيان آزادی، جنجيان آزادی.